أسعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير. موضوعنا ومنشورنا اليوم هام جدا، وهو يهم الشعب اليمني في حكومة المعاشيق. وما أدراك ما المعاشيق. أتابع منشورات ومداهمات على العليمي بخصوص بن بريك رئيس الوزراء، أنه بيقدم استقالته إذا لم يوقف الإعاشات على القيادات في الخارج، وإذا لم موظفين الخارج يرجعوا يداوموا. وقفوا مع بن بريك. يكفي باسند وأنه بكى، وقلنا هذا بكاي، هذا يبكي هذا ما هو حق دولة، هذا نسيواني يبكي. واليوم بكينا كلنا بعده، مثل صاحب الغاز ذيك الايام يوم كان يجي يدقدق الغاز ايام علي عبد الله صالح 350 ويدقدق في الدبه دون ندر نتبقيه سقيت انا ما خليت انا ننام. واليوم لو هو يجي يدقدق المفتاح في روسنا قمنا ما عدا في الدبه. الان بن بريك انسان وطني، حافظوا عليه وقوموا معه. المفروض انه هذا اللي عمل يعني هذا التغير والمعادله الاقتصاديه في العملة وفي الأسعار في خلال شهر من تعيينه، المفروض أنه على طول بدل العليمي طاوة خبزه يرجع له ينام، ما هو حق شيء ولا. يشهد الله الذي لا إله إلا هو إني لا معي أي مصلحة من بن بريك، وأقسم بالله إنه غريمي، إنه قطع مرتبي. في حصلت موقف كان عينوا معين عبد الملك رئيس الوزراء وأنا في أبو ظبي، وجاي يزور أبو ظبي ومعه الحكومة كلها، من ضمنهم بن بريك وزير المالية. التقيت أنا وهو محمد عوض بالوزير من السفارة، راح يبغى يضيف معين عبد الملك رئيس الوزراء يضيفه في أبو ظبي في خليفة آله. سلمنا عليه، قلت ربي جابك يا معالي رئيس الوزراء، هذه أوراقي من علي محسن، حول مرتبي. قلت لي 4 سنوات ما استلمت ريال. كتب على طول الأخ وزير المالية اللي صرف مرتبات الأخ علي سعيد الحاج مدير عام مكتب وزارة النقل. أديتها وزير المالية جنبه، قراها قال أنت مداوم في عدن ولا في أبو ظبي؟ قلت أنت عارف هذا. قال والله ما أصرف لك ريال لو تجيب أمر من رئيس الجمهورية إني ما أصرف لك ريال إلا إذا جبت لي ورقة مداومة أنك داومت، وجبت لي الفتوى القانونية، وجبت صورة القرار حقك وإلى آخر ذلك. أصرف لك مرتب في أبو ظبي والله ما صرفته. رده الرئيس الوزراء وهذا قدامي. رئيس الوزراء طلع ثم عاد درا وش قال؟ صرف لي 7000 ذاك اليوم، منها رئيس الوزراء 7000 سعودي. استلمت هذا. ما حبيت رئيس الوزراء، حبيت بن بريك. يشهد الله أني حبيت بن بريك، أقدره واحترمه، إنسان وطني. ما هو ضرني لكن تقبلتها بروح الرياضية. أقسم بالله أن هذا اللي حدث. لهذا بن بريك رئيس وزراء، حافظوا عليه وقوموا معه، قوموا بثورة، بدل ما تمكنوني ثورة ضد الحوثي، ثورة ضد جدتي، ثورة ضد أول شيء صلحوا عتبة البيت. أول ما الحوثي مطولها، أولا رخصوا المواد الغذائي وخلوا العملة تستقر. العليمي وشلته حق الخارج ما يبوها تستقر، يبوها يعني، ويمكن يصدر قرار في ذا اليومين بتغيير العلي بن بريك ويجيبوا واحد ثاني، وانتم بعد تهجوا تستمعوا ذي الشيبة اللي عانى وعارفه. وعلمي وسلامتكم، أنا تعبت منكم، لغبت.